السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كنقول دائما نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. معكم مطبخ لطفي، وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم بديت نشارك معكم الحلوى ديال التمر اللي كتجي زوينة سهلة، المقادير مضبوطة وكتجي رائعة، تستاهل التجربة. كما كتوضح لكم الصورة كتجي هشيشة كتذوب في الفم. نمشيو ان شاء الله نشوفوا المقادير وطريقة التحضير ديال هذه الحلوى اللذيذة جدا. عندنا في المكونات عندي هنا واحد الباكيه ديال التمر، هنا ديال نص كيلو، هذيك تمر معجون كيتباع واجده. عندي رشيشه د الملح، الدقيق، 3 البيضات غناخذ غير الصفر ديالهم، كاس ديال الزيت، ساشي الزازهر، وكاس ديال السكر كلاصي، وواحد البواطه ديال الزبده هذه ديال لابريري. غندير ديك البواطه د الزبده. كيف ما ممكن نخدموا بالزبده من يعني من نوع حيواني حتى هي كتجي زوينه. المهم كتخدموا بداكشي اللي توفر لكم. هنا درت ديك الزبده، غندير مع ديك الكاس ديال السكر كلاصي، وغندير ديك الساشي ديال الزازهر. واللي كيبغي نسمه الفاني يقدر يدير الفاني حتى هو كيجي زوين فيها. ورشيشه د الملح ضروريه باش كنوازنوا المذاقات. وغادي نخدم هاد الزبده حتى تولي ليا يعني بحال شي كريمه مع ديك السكر كلاصي. والزبده من الاحسن تكون بدرجه حراره المطبخ او كنقولوا درجه حراره الغرفه. غنزيد واحد الكاس ديال الزيت وهي خدامه. ممكن هاد العمليه نديروها غير في القصريه اولا في شي اناء حتى هي كتجي سهله، لان الزبده كتكون ديجا دايبه يعني رطبه. وغادي نزيد دابا دوك 3 ديال الصفر ديال البيض. ما كنديروش البيض لان البيض كيقصح لينا شويه العجينه، والصفر كيخليها تجي هشيشه، وحنا كنعرفوا الحلوه ديال التمر كنبغيوها تكون هشيشه. هادشي علاش كنديروا فيها غير الصفر. صافي غندير دوك 3 ديال الصفر ديال البيض، غنطربهم مزيان يسخدموا. وغادي نبدا نزيد، وما كنديروش فيها على فكره هاد الحلوه ديال التمر ما كنديروش فيها الخميره د الحلوه. علاش؟ لان حنا كنخدموها بداك المطبع، وكنبغيو ديك الرشمه اللي في داك المطبع تجي باينه. اللي درنا الخميره كتنفخ ديك الحلوه وكتطرطق. من الاحسن ما كنديروش فيها الخميره بصفه نهائيه. هنا غادي نبدا نزيد الدقيق تدريجيا حتى نحصل على واحد العجينه اللي تكون رطبه وفي نفس الوقت ما كتلصقش في اليدين، باش كنتحكموا فيها في الخدمه ديالها ملي كنبغيو نعمروها بالتمر. وكنبقاو نزيدو دائما الدقيق بالتدريج. صافي انا غادي نكمل. صافي هنا من بعد ما حصلت على العجين اللي بغيت كما لاحظتوا، غادي نحيدو جانبا ونغطيه نخليه يرتاح باش ديك الزبده كتجمع راسها. وهنا غناخذ ديك التمر ونزيد عليه واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، واحد رشيشه ديال القرفه، وممكن نديرو فيها حتى شي شويه القرنفل اللي كيعجبوني نسمه القرنفل. صافي غندلكها مزيان هذا التمر هذا، وغندير منه كويرات تكون يعني كاملين في نفس الحجم. اللي ما كيعرفش يدير عينك ميزانك في الكويرات يقدر يوزن. كنديروا الكويره فيها بين 14 16 غرام باش ما كتجيناش الحلوه كبيره بزاف. صافي انا غنكملهم كاملين. ما كنديرش يدي في العجين حتى كنكون كملت التمر ديالي كامل. دائما كي قلت لكم كنديروا التجهيز المسبق باش كتكون العمليه عندنا منظمه، كتكون الخدمه ديالنا نقيه. غنكمل التمر كامل ونحطو جانبا. العجينه راه عندي كترتاح. صافي وغادي نجيب واحد زليفه غندير فيها شويه ديال النشا، وغادي نجيب ديك العجين ديالي. كناخذ واحد القطعه د العجين صغيره. هذا هو المطبع اللي غنخدم به بهذه الرشمه هذه. راه كيكونوا فيه شي 6 ولا 7 الرشمات، كل مره كنوعوا. غادي ناخذ قلت لكم واحد القطعه د العجين غير صغيره، وغادي نديرها في يدي بالشكل اللي غتوضح لكم الصوره. كنضغط عليها بصبعي الكبير بحال هكذا، كندخل ديك الكويره ديال التمر وكنحاول نغلق عليها مزيان حتى كتغلق بحال هكذا.
وغادي ندوزها، غندوزها في داك النشا، ديك الكويره بحال هكذا، باش ملي كنضغط عليها ما كتلصقش ليا في داك المول اللي كان او داك المطبع اللي كنطبع به. كنحط وكنضغط. نعاود معكم وحيده اخرى. صافي غندوزها كي قلت لكم في هذيك النشا بحال هكذا، وكنحطها. كنجيب ديك الطابع وكنضغط، نحط الطابع من الفوق، كنضغط حتى الطابع ممكن مره ندوزوه في داك النشا باش كيسهل علينا، ما كتلصقش فيه الحلوه ملي كنطبعوها، وكتجي ديك الطبعه باينه كما كتلاحظوا. انا غنكمل هاد الكميه كامله. هاد الاثناء كنكون شعلت الفران على 180 درجه، كنشعلو لتحت والفوق ملي كان باش كيسخن، وكندخل الحلوه ديالي ما كاملاش بين تقريبا 15 دقيقه كتكون طايبه الحلوه ديالي، لان ما خصهاش تحمر بزاف. صافي كي قلت لكم غنكملها وندخلها للفران طيب. ويكون عندي واحد الكميه ديال السكر كلاصي اللي غادي نفند فيها هاد الحلوه ديالي. كما لاحظتوا راه مكونات سهله وبسيطه، وفي ساعه كتوجد هاد الحلوه هادي. هنا كنوريكم راه كندير واحد الشويته باش كنقي مره ديك الرشمه اللي في داك الطابع باش كتجيني باينه. هنا من بعد ما طابو كما لاحظتوا غادي ناخذ السكر كلاصي وغادي نغربلو هكا مباشره فوق منها. كنستفهم كامل دوك اللي طابو، كنستفهم كاملين في شي طاوه، وكنغربل فوق منهم السكر كلاصي. وغادي نخوي واحد البليصه وغندير فيها حتى هي السكر كلاصي باش كنكمل لهم التفنات ديالهم حتى من الجهه التحتانيه بحال هكذا. صافي وكنمسح بالصباع ديالي من الفوق ديال ديك الزواقه بحال هكذا، كنضغط نمسح به باش كتجي ديك الزواقه باينه. غنعاود معكم وحده اخرى بحال هذا الشكل. كنمسح من الفوق وكنمسح كنقصوا منها حتى ديك الكميه ديال السكر كلاصي، وكتجي واحد الحليوه لذيذه وزوينه وبسيطه، وكتعطينا واحد الكميه لا باس بها. انا هادو من ضمن الحلويات المفضله عندي، هي هاد الحلوه ديال التمر. ايوا هذه هي النتيجه النهائيه. كتجي واحد الحلوه رائعه تستاهل التجربه. قلت لكم انا تقاسمتها معكم العواشر هذه باش نسهل عليكم اللي بغات تمشي تصايب لوليداتها باش تحتفل بالعيد المولد النبوي ان شاء الله. عيدكم مبارك سعيد باش ما تمنيتو بالصحه والهنا وزايد الرزق ان شاء الله لينا ولبلادنا ولمالكنا. الى فيديو قادم كي كنقول لكم دائما ان شاء الله.